السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطير المشلتت الفلاحي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هتعملوا كمية كبيرة في وقت قليل جدا، والنتيجة في الاخر ممتازة وهتعجبكم ان شاء الله. تعالوا بينا على طول نشوف الطريقة. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت بقى معايا هنا 1.5 كيلو من الدقيق، هحط عليهم 1.5 معلقة كبيرة من السكر و1.5 معلقة صغيرة من الملح. هقلبهم مع بعض كويس بالشكل ده، وهيكون عندي مية عادية خالص من الحنفية هعجن بيها بالشكل ده كده. وطبعا الفطير بتاعنا مش بياخد خميرة خالص. هبدأ ألم كل الدقيق اللي عندي كده بالمية، وبعد كده هعجن العجينة. عجينة الفطير اللي احنا هنعملها دي هتكون العجينة بتاعته طرية خالص، مش هتحتاج نشابة ولا اي حاجة. احنا هنفردها بايدينا، ولازم تكون طرية علشان تتفرد معانا بكل سهولة. انا هنا لميت العجينة بالشكل ده، وكل شوية بزود لها شوية مية صغيرين كده، واعجن العجينة لحد ما تبقى طرية معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طرية وبتلزق تلزيق بسيط في الايد. شايفين العجينة لما برفعها كده بتمط معايا ازاي؟ علشان هي طرية معايا خالص. شايفين المطة بتاعت العجينة؟ معنى كده ان العجينة مخدومة معانا كويس جدا في العجن، وكمان طرية بالشكل ده. عجينة الفطير لازم تعجنيها كويس جدا علشان تديكي نتيجة مظبوطة. هلم بقى كده العجينة بتاعتي كده واكورها، وادهن وشها دهنة بسيطة خالص من الزيت علشان وشها ما ينشفش، لان احنا هنسيب العجينة حوالي 10 دقايق ترتاح معانا كده. غطيها كمان بكيس كده علشان وشها برضو ما ينشفش. بعد 10 دقايق العجينة ارتاحت معانا، هبدأ اقطعها بقى كده لكور صغيرة بالشكل ده كده. طبعا العجينة بقطعها كده وبحطها على صينية مدهونة دهنة من الزيت علشان العجينة طرية ما تلزقش معانا في الصينية. وبسيب كده مسافة بين كل واحدة والتانية علشان العجينة لما بترتاح بتبدأ تفرش معانا، فما يلزقوش كلهم في بعض. لازم يبقى في مسافة بين كل واحدة والتانية. بعد ما خلصت العجينة كلها وقطعتها بالشكل ده، طبعا الصينية عليها كمية حلوة من الزيت، فأنا بقلب العجينة على وشها وبدهنها زيت من الصينية كده علشان برضو لما اسيب العجينة ترتاح وشها ما ينشفش معايا. العجينة كلها كده دهنتها بالزيت. هسيبها بقى ترتاح ربع ساعة، أقل حاجة كده ربع ساعة، علشان لما تيجي تفرديها تلاقي العجينة سلسة كده معاكي وبتتفرد بسهولة. شايفين هنا العجينة بعد ما ارتاحت فرشت معايا شوية زي ما قلتلكم. هاخد اول كرة من العجينة بالشكل ده كده، حطيت دهنة زيت بسيطة على الرخامة وعلى وش العجينة، وهبدأ افرد بايدي كده علشان العجينة بتاعتنا طرية فبتمشي معانا وتتفرد بسهولة. وكمان علشان احنا مريحين العجينة، فالعجينة مش عاملة زي الاستك بترد معانا، لا بتتفرد معانا كده بكل سهولة. لو العجينة مش طرية مش هتعرفي تفرديها بايدك بالشكل ده كده. اضغطي بقى على الاطراف كده علشان تبقى رقيقة معانا، ما تطلعش الحروف بتاعتها تخينة، وابدأ اشدها بالشكل ده كده. شايفين مفيش اسهل من كده. يعني الرخامة باينة من تحت العجينة ازاي، لانها رقيقة جدا، ما عملناش اي مجهود فيها. شايفين سهلة جدا. هدهن كل العجينة كده بالسمنة بالشكل ده كده، وهطبق بقى العجينة الطرف ده على الطرف التاني، وبين كل طرف والتاني بدهن دهنة سمنة بسيطة علشان يطلع معانا مورق كده. قفلتها بالشكل ده. هرفع بقى العجينة دي واحطها برضو على الصينية اللي مدهونة بالزيت علشان ما تلزقش معانا في الصينية. هجيب بقى عجينة تانية وبرضو حطيت نقطة زيت كده على الرخامة وعلى وش العجينة، وهبدأ افردها بالشكل ده. شايفين العجينة سلسة معانا جدا، شايفين بتتفرد ازاي؟ دي بجد اسهل طريقة ممكن تعملوا بيها الفطير، وما بتاخدش وقت خالص. كل الوقت اللي الفطير بياخده في تريح العجينة، مش اكتر من كده. اما الشغل في العجينة ما بياخدش 10 دقايق وهتعملي كمية كبيرة جدا. بعد ما فردت العجينة بالشكل ده هدهنها بقى كويس بالسمنة كده. طبعا العجينة معانا تحفة، ولا اتقطعت ولا اي حاجة. هجيب اول فطيرة انا طبقتها واحطها في الفطيرة التانية بالشكل ده، وبقفل عليها الجناب بالشكل ده كده، وبدهن من كل طبقة والتانية سمنة، واروح مقفلة العجينة واكورها بالشكل ده. انا هنا عملت كده فطيرتين في بعض، ممكن تعملي 3 في بعض، ممكن تعملي 4 على حسب مقاس الصينية بتاعتك. لو انت حابة تعملي الفطيرة كبيرة قوي ممكن تعملي 3 في بعض او 4 كمان في بعض. بحط بقى الفطيرة في الصينية وبسيبها 5 دقايق كده ترتاح قبل ما افردها، علشان لما تيجي تفرديها زي ما انت شايفة كده في الصينية تلاقيها كده بتتفرد معاكي بسهولة، ما تبقاش العجينة معاكي جامدة.
بعد ما فردتها في الصينية برجع اسيبها كمان 10 دقايق علشان تريح معايا. بريح العجينة بقى للمرة الأخيرة علشان لما تدخليها الفرن كده تبدأ الفطيرة تنفخ معاكي كده وتقب معاكي في الصينية. بعد الفردة دي بسيبها 10 دقايق مش أكتر من كده. قبل ما ادخل الفطيرة الفرن على طول بديها معلقة من القشطة، ما عندكيش قشطة ممكن تدهنيها معلقة سمنة بلدي كده بتديها طعم حلو برضو. في الوقت ده كده بكون مشغلة الفرن حوالي 5 دقايق يسخن معايا. هدخل بعد كده الفطير على درجة حرارة تكون عالية. بحط الفطير كده في أرضية الفرن وبولع من فوق ومن تحت على درجة حرارة عالية علشان الفطير يطلع معاكي طري. لو انتي مهدية النار هيطلع معاكي الفطير معضم كده وناشف. لو خد معاكي لون من تحت كده ووشه لسه محمرش فانت هترفعيه على الشبكة علشان وشه يحمر ويبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. ما بياخدش وقت خالص في الفرن، حوالي 10 دقايق كده او على حسب الفطير ما يحمر معاكي. جربوه بقى علشان بجد يستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.